يعني يا جماعه حد يتخيل كده ليفربول السنه دي من غير محمد صلاح كان يبقى عامل ازاي وترتيبه عامل ازاي؟ ليفربول حتى الان بعد مرور 15 جوله من الدوري الانجليزي عامل المركز السادس، وده ترتيب بره التوب فور وبره اي حاجه حلوه. تخيل بقى محمد صلاح لو ما كانش موجود في الفرقه من اول السيزون دوت، تخيل هيبقى الفريق في المركز الكام؟ اعتقد ان هو مش هيطلع عن ال 12 13 في الحته دي. ولكن محمد صلاح الحمد لله ان هو موجود في الفرقه ديت وعامل فرق كبير جدا، جايب جون واسيست وساعد فريق ان هو يكسب 3-1 على استون فيلا. دوت كان بالنسبه لمحمد صلاح. تاني حد هنتكلم عليه في الماتش دوت فهو روبرتسون جاب الاسيست رقم 54 في تاريخه مع ليفربول، وبكده يصبح المدافع رقم 1 في عمل الاسيستات في تاريخ الدوري الانجليزي كله. رقم كبير جدا وهو لاعب لسه سنه ما كان ماشي ال 25 سنه. فكانت مباراه مميزه جدا لنجمنا محمد صلاح ومباراه مميزه جدا لروبرتسون. نسيب ده كله بقى ونيجي لنويز. يعني انا عايز اعرف هو جاي الفرقه دي بيعمل ايه. يعني احنا المفروض ان ليفربول جابت مهاجم رقم 9 ب 100 مليون عشان يعوض فيرمينو. المفروض بقى ان هو يعوض فيرمينو. انا بشوفه في الماتش هو مش بيعمل اي حاجه غير ان هو ضيع اهداف. اصلا فيرمينو جايب اهداف اكتر منه ده مبدئيا، وفيرمينو ما لعبش ربع المباريات اللي هو لعبها. نيجي بقى نشوفه في المباراه في الماتش. انت بتعمل ايه؟ انت تقريبا جالك اكتر من 6 اهداف محققه. انت لو مهاجم كويس انت بتجيب نص الاهداف ديت. طب لو انت مهاجم يعني بتزق حالك بتجيب منهم مثلا جولين، لكن انت جايلك 6 اهداف ما جبتش منهم ولا كوره وبتضيع بس. ويعني انت بتعمل ايه؟ الله يخرب بيتك. يعني انا قاعد طول الماتش عمال اقول طب انت بتعمل ايه؟ انت معانا ولا معاهم احنا؟ هو الماتش مثلا 12 10 12 لعيبه بيلعبوا قدام 10 لعيبه، انت عميل ولا جاسوس؟ انت بتعمل ايه؟ يعني هو ربنا كان سطر على ليفربول ان محمد صلاح وفان دايك جابوا الاهداف وعملوا اسيستات كده، وكان مباراه حلوه وخلصت 3-1. لكن الماتش دوت لو كان حصل فيه اي تعادل او خساره لليفربول كان هيبقى السبب رقم 1 في ليفربول هو نونيز، لانه بيضيع اهداف كتير قوي وغير مبرره. الاهداف اللي هو عمال يضيعها، انت رقم 9 المفروض ان انت بتجيب جون من نص هجمه المفروض. وبعدين ده دوري انجليزي مش هيجيلك 6 كور كل ماتش، ده مستحيل. انت لو جات لك كورتين بتجيب منهم 3 اجوان المفروض يعني. طيب هل الانتصار دوت بيدل على شيء؟ يعني الحقيقه لا، يعني مش بيدل ان مثلا الليفر بقت احسن، ان الليفر بقت اسوأ، ان الليفر كويسه. صراحه لا. ليه؟ لان الليفر لسه عندها نقط ضعف كتيره في كل الخطوط بتاعتها، وبالذات في خط الدفاع. خط الدفاع بيبقى فيه مصايب بالذات في التغطيه بتاعه اللعيبه. التغطيه عند مدافعين ليفربول زي الزفت بالذات عند ارنولد، ودي مش حاجه جديده من اول موسم. انت المفروض ان دي الجوله رقم 15 ليك، المفروض ان انت لو في عيوب كانت اتحسنت، ولكن ان انت توصل للمرحله ديت والجوله ديت رقم 15 يعني تقريبا نص الدوري خلص ولسه عندك نفس الاخطاء، فدوت ضعف في المستوى ولازم تشوف حل بلعيبه بدله، ملهاش اي حل تاني. فلازما وحتما ولا بد ان ليفربول يدعم خط الدفاع عنده في الشتاء. وعلى العموم لسه فاضل 4 مباريات لانتهاء النص الاول من الدوري الانجليزي، وممكن ليفربول ترجع تاني للتوب فور، ولو كسبت كل الماتشات ممكن ترجع تاني للتوب فور عشان تعرف تلعب بالتشامبيونز ليج السنه اللي جايه. ونيجي بقى عند المتصدر الارسنال. لحد دلوقتي بعد مرور 15 جوله وواخد الصداره من بيب جوارديولا المرعب المتخلف اللي ما عندوش مرحميني. ازاي يعني لحد دلوقتي مش مجمع؟ وابتدت تظهر عندهم ملامح شخصيه البطل. ليه بتقول كده؟ اقول لك عشان حاجتين. اول حاجه عند ارسنال ان مفيش فرقه خسرت 5 نقط بس من 15 جوله في الدوري الانجليزي ومبقاش عندها شخصيه بطل. لازم يبقى عندها شخصيه بطل، واعتقد ان الشخصيه ديت ابتدت تظهر عند فريق ارسنال. تاني حاجه بتلعب فريق ويست هام، اما دخل فيها اول جول وكان ضربه جزاء، اللعيبه رجعت وما كانتش بصعوبه. يعني انت كنت شايف الماتش، لا اللعيبه ديت هتكسب الماتش، يعني هتكسب الماتش ما فيهاش كلام. انا دخل فيا جون هرجع وهجيب جون والتاني والتالت وخلص الماتش لصالحي واخد ال3 نقط وحافظ على الصداره. مش عاوزين نعلي التوقعات لمشجعين الارسنال وان هم هياخدوا الدوري، لان الكلام دوت يعني صراحه صعب، ولكن مفيش حاجه مستحيله. فاللي بتعمله الارسنال حاجه فوق العظمه سواء داخل الملعب او خارج الملعب. واقصد خارج الملعب ان هو هنا الشخصيه والمنتاليتي عند لعيبه الارسنال اصبحت في حته تانية خالص. ولكن مش عايزين نسبق الاحداث ونقول كلام كبير على الفاضي وفي الاخر نيجي اخر الموسم نلاقي الارسنال المعهود بتاعنا اللي بيطلع مش حتى مركز رابع، لا ده بنلاقيه في ترتيب 5 وسادس. ولكن انا متاكد ان الارسنال السنه دي مش هيفرط في التوب فور، ده لو الطموحات عندهم ما عليتش قوي وممكن اول او تاني. يعني انا بقول اول وبستصعبها بس هنشوف.
وبكده يبقى فاضل الارسنال 4 مباريات، ولو كسبتهم هتبقى الاول في النص الاول من الدوري، وده حاجه بوم. ونيجي بقى للحصان الاسود في البطوله. السنه دي في حصان اسود في البطوله في الدوري الانجليزي، وتخيلوا معايا مين اللي مغفلنا كلنا كده مشجعين الدوري الانجليزي، وهي نيوكاسل. نيوكاسل يا جدعان في المركز الثاني، واخد المركز الثاني من بيب جوارديولا، اي نعم مؤقتا، ولكن واخد المركز الثاني وعامل حاجه فوق العظمه. اقوى خط دفاع في البطوله، وعامل خط هجوم جبار. فاللي هو ايه ده، انت ناوي على ايه؟ انت بتعمل ايه يا معلم في البطوله دي، في المركز دوت، في المنطقه دي؟ انت عايز ايه؟ صباح الفل. كل اسبوع في الدوري الانجليزي ببص على التوب فور الاقي نيوكاسل قدامي، اللي هو بدعك عينيا كده، ايه ده نيوكاسل فعلا. وعجبني جدا الاستثمار السعودي في فرقه نيوكاسل، لان هو مش بيجيب لعيبه كبيره ويصرف فلوس كتير زي ما معروف عن الخليج، مش فلوس كتير على الفاضي وبعزق واصرف لحد بقى ما ناخد الصيت والشهره، وفي الاخر بتحس ان اللعيبه والمدربين هم اللي بيستفيدوا من الفلوس وانت ما عملتش اي حاجه. لا، هو مقسم المراحل بتاعته، هو يعمل ايه في المرحله الاولى باللعيبه شكلها يبقى عامل ازاي بالمرتبات بتاعتهم، المرحله الثانيه انا هبقى عندي لعيبه عامله ازاي. استثمار ماشي حلو جدا. فالصراحة هم عاملين عظمة في الدوري الانجليزي حتى الان، وهنشوف. يعني انا مش قادر اقولها، هل هم فعلا هيبقوا موجودين في التوب فور في نهاية الموسم دوت؟ انا مش عارف، ولكن يعني ممكن، مفيش حاجة مستحيلة في كرة القدم. فمحتاج توقعاتكم بالذات في فرقة نيوكاسل، هل ممكن تعمل ايه في الدوري الانجليزي السنة دي، ولا هتبقى عاملة زي الحاجة الساقعة اللي بتعمل بوم في الاول وبعد كده مش بنسمع لها حس ولا بنعرف لها خبر؟ هنشوف هتبقى في التوب فور ولا هتبقى فرقعة وخلاص. واخيرا وليس اخيرا، لو ما عملتش اشتراك اعمل دلوقتي اشتراك وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو، وهسيب لكم لينك الفيسبوك تحت، زيكا فوتبول. عايز اشوفكم هناك، وكان معكم زيكا، و سلام.